متابعين القناة، يا رب تكونوا بألف خير. في الفيديو ده هحاول ان انا اكلمكم في الفيديوهات كمان القادمة عن ملخصات المسلسلات الهندية، وبكده هيكون تغير نشاط القناة من التركي الى الهندي. يا ريت تشجعوني ويا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يصلكوا كل جديد، وكمان سيبولي في الكومنتات المسلسلات اللي انتوا حابين انكم تعرفوا ملخصاتها. بخصوص ملخص مسلسل رياح الحب الموسمية، هنشوف في الحلقة الجاية هيكون في مقابلة رام لبيهو. ملخص حلقة اليوم من مسلسل رياح الحب الموسمية، هنشوف مقابلة رام لبيهو، وبيهو هتساعد رام، ورام هيخبر ايشان بخطبة سارة. الحلقة هتبدأ كالتالي: ان الحارس هيطلب من بريا بانه يفتش حقيبتها وهيخرج الكارت منها. هتأتي شويتا وهتقول ان الكارت ده ليها، وهيتهمها رام بالسرقة، وطبعا هتقول بريا للحارس بانها لم تأخذ شيء، وانه بامكانه انه يتأكد من كاميرات المراقبة في وقت لاحق. بيهو هتنظر للكيك وهتشوف انه تمنه غالي جدا، عشان كده هتفكر بانها لو جعلت خالتها تشتري ليها الكيك ده اكيد والدتها هتغضب عليها. وتأتي متري وهتسأل بيهو اذا كانت تريد ان تأكله ولا لا. هتخبرها بيهو بانها ليست جائعة، وهتخبرها متري بان تأتي معها للحمام عشان تخبرها بيهو بانها ستنتظرها. متري هتذهب ليأتي رام وهو يتحدث مع آدي، وهيسأله ازاي يتخلص من تلك رانجيرا، وهيقول أدا لم يكن اسمه شويتا، ورانجير كانت معاه الأسبوع اللي فات، وهيخبره رام بأنه لا يتذكر. بيو هتنظر للكيك وهتقول بأنها عندما تكون متوترة بتشعر بالجوع، وطبعا هيقول رام نفس الجملة وهو يتحدث مع آدي. بيو هتطلب الكيك الشوكولاتة ليطلب رام نفس الطلب، ويخبرها بأن البائع هناك هو واحدة فقط منها. وبيو هتقول أيها العم أنا من طلبت هذه قبلك. ورام هيقول هل معك مال؟ بيو طبعا هتقول عندما تأتي خالتي ستشتريها. ورام هيقول هذا يعني لا، ولكن أنا أملك المال ولذا سأخذها في هذا الوقت. سارة هتذكر بأن بيهو بتشبه رام كتير، لتخبرها بريا بأن بيهو تملك صفات رام وكلها، وطبعا تستطيع إتمام صفقات لوحدها. تأتي شويتا وتحاول رام الاختباء منها لتخبره بها بأنها بتساعده، وهتبتعد هذه الفتاة عنه، ولكن وقتها يعطيها الكيك لتوافق رام لتقول بيهو وعد بنكي. في الحالة دي رام هيتذكر بريا وهيقول وعد. وطبعا شويتا هتأتي وهتسأل رام أين كان. هيقول بيهو أنا أحبك يا أبي، أحبك كثيرا لدرجة أنني يمكنني أن أفعل أي شيء لأجلك. طبعا رام لما يسمع الجملة دي هينزل لبيهو، وطبعا هتقول شويتا أبي. بيهو هتقول أجل إنه أبي، وأنت ستصبحين أمي صحيح يا أمي. شويتا هتقول ما هذه الوقاحة. بيهو هتقول أنت تحبني يا أبي صحيح. ورام هيقول بالطبع يا ابنتي، وهيمسك بيدها. طبعا بيهو هتقول هل رأيتي يا أمي؟ شويتا هتقول لها كيف تقولين لفتاة مثيرة مثلي أمي؟ أنا سأذهب الآن. شويتا هتذهب ليضحك رام بيهو، وهيشتري رام الكيك ولكنه لا يعطيه لبيهو. هتخبره بأنه خلف بوعده ليخبرها بأن هذه هي الحياة، ويذهب ليتضح أن متري رأت هذا وهتكون مصدومة. بيهو هتفكر بأنها يجب أن تعاقب هذا الرجل لأنه لم يفي بوعده، وبيهو هتمثل بأنه أغمى عليها، وطبعا هتركض متري عندها لتخبرها بيهو بأنها لا تستطيع التنفس. متري هتذهب وتتصل ببريا وهتخبرها عما حدث في هذا الوقت. وطبعا هيأتي رام وهيرى بيهو لتخبره بيهو بأنها تريد الماء ليعطيها رام الماء، وهيعطيها الكيك أيضا ويخبرها بأن تعتني بنفسها، وهيذهب. طبعا بيهو في الموقف ده هتضحك وهتقول إن هذا الشخص متغطرس. بيهو عما حدث هتخبرها بيهو انها كانت بخير، وهتقول متري ولكنك اخبرتيني انك لا تستطيع التنفس. هتضحك بيهو وهتقول انها حيلة وانها نجحت مع خالتها. في وقت لاحق هيفكر رام في بيهو وهيبتسم ليسأله أدي عن السبب ليخبره بما حدث. وفي الوقت نفسه كمان ساندي هتصل لمنزل رام ليأتي اتصال من سارة هتوبخها لانهم وجدوا رام في المتجر، مع انها اخبرتهم بانه هيكون في اجتماع. وهتسألها سارة إذا كانت بريا بخير، وهتخبرها بأنها بخير، لتخبرها ساندي بأنها هتنهي العمل وهترجع للمنزل. وساندي هتنهي المكالمة وهتلتفت هتجد نانديني وشوبهام وراها. هتسألها نانديني إذا كان كل شيء بخير، وهتخبرها ساندي بأن كل أمور الخطبة توترها قليلا. وهتسألها ساندي إذا كان الجميع هيحضر.
ساندي طبعا هتقول ان افراد العائلة فقط اللي هيحضروا، وهتاخد توقيع شويهام على الاوراق وهتذهب. وهتغضب نانديني وهتقول انها سمعتها وبتطمئن على برية، ولكنها تجعل برية ترجع مرة اخرى لحياتهم. في الوقت ده هتكون برية بتوضب اغراضها، وهتحاول سارة ان توقفها وان تبقى، ولكن برية هترفض البقاء وهتخبرهم بأنها لن تستطيع أن تخسر ابنتها مرة أخرى. وطبعا كريش هيوقفها عند حدها، وسارة هتقول إذا أخبريني المكان الذي ستذهبين إليه لتخبرها برية بأنها ستخبرها لاحقا. وبرية هتخرج لجلب بيهو، وهتجد بيهو متقمصة دور الشريكة، وهتسأل برية لما هي ستهرب. هكذا من يهربون بالشكل ده هم اللصوص والقتلة. فهي فعلت شيء سيء. برية هتتذكر ما حدث مع شيفي لتصرخ على بيهو وهتخبرها بأن تلعب بالخارج. بيهو هتعتذر من برية، وبرية أرجوكي لا تربطي شعرك لأني أشعر بالخوف. هكذا لتتذكر برية عندما كان يقول لها رام نفس الكلام. بيهو هتذهب لتسأل سارة عما فعلته لتخبرها بأنها خائفة بأن يعرف رام بكل شيء، ويخبر بيه بما فعلته، وهي خائفة أن تبتعد عن ابنتها لأنها لا تستطيع أن تتحمل هذا أبدا. وفي الوقت ده هيتحدث رام مع أيشان فيديو كول وهيخبره بما يجري، وإن سارة هتتزوج من فيكرونت لينصدم أيشان. وهيغضب طبعا وهيخبر رام بألا يغضب، وإنه يجب أن يأتي إلى هنا أولا، وهو اللي أرسل لي طائرة خاصة ليشكرها أيشان، وهيشكره أيضا لأنه دعمه دائما. وهينتهي الاتصال ليقول رام إنه آسف يا أيشان لكني أنقذتك أنت وفكرام أيضا. دي أحداث ملخص حلقة اليوم، ياريت تعرفوني رأيكم فيها، وبعتذر لو الفيديو طال عليكم، بس أنا جملتلكوا أحداث الحلقة كلها في فيديو واحد. ياريت تسيبولي في الكومنتات ايه المسلسلات التانية اللي انتوا حابين تعرفوا ملخصاتها.